استقبل زوال أمس مستشفى الحسن الثاني بأكادير حالة فتاة تم تقدير سنها بين 14 و 16 سنة في حالة خطيرة نتيجة تعرضها لمجموعة من الحروق. الفتاة توفيت صباح اليوم وفي انتظار كشف ملابسات هذه القضية. صرح مدير المستشفى للأولى قائلا: تلقينا الأمس على الساعة 12:30 واحد السيدة بالغة من العمر 14 إلى 16 سنة مصحوبة بشخصين، وكانت في حالة كان عندها حروق من الدرجة الثانية على مستوى اليدين والجذع والوجه والأطراف السفلية، وكانت في حالة غيبوبة وفي حالة حرجة. وتم تقديم العلاجات الأولية وتم التبليغ كذلك لأن الحروق كانت قديمة ليست بالجديدة، غير أنه على الساعة 8:30 اليوم صباحا تلقينا ببالغ الأسف الوفاة ديالها، رغم المجهودات التي قمنا بها لإنعاشها.